تخيل تدخل سينما مهجورة بقالها أكتر من 20 سنة وتلاقي فيلم شغال لوحده. تفتكر هتخاف لو الفيلم بدأ يعرض صور لمكان انت واقف فيه؟ طب لو شفت نفسك جوه الفيلم واللي بيحصل على الشاشة بدأ يحصل قدامك بعد ثواني؟ والأخطر من كده لو الفيلم عرض نهايتك قبل ما تحصل، هل هتقدر تهرب منها؟ النهاردة هحكي لكم حكاية غريبة ومرعبة عن سينما مهجورة وفيلم محدش قدر يعرف نهايته. اقفل النور وارفع الصوت وما تبصش وراك، لأن الفيلم ممكن يكون بدأ يعرضك انت. الساعة كانت داخلة على 2 بعد نص الليل لما آدم وصل قدام سينما قديمة مقفولة بقالها أكتر من 20 سنة. المكان كان اسمه سينما النور، مبنى ضخم الشبابيك بتاعته مكسورة واليافطة القديمة فوق الباب نصها واقع والنص التاني متعلق بسلك مصدي. آدم كان بيصور فيديوهات رعب لقناته وكان بيدور على أماكن غريبة يصورها، لكن اللي شجعه يدخل السينما ديت تحديدا كان فيديو قديم لواحد دخل المكان من سنين. الفيديو كان مدته 11 دقيقة، والغريب ان الراجل اللي صوره اختفى بعدها ومحدش عارف عنه حاجة. آدم وقف قدام الباب وقال لنفسه يا رب اللي بعمله ده يطلع يستاهل. زق الباب، الصوت اتردد في المكان كله بتاع صوت الباب ودخل. ريحة تراب ورطوبة ضربت في وشه. الكشاف اللي في ايديه كان بينور قدامه بالعافية. ممر طويل وكراسي مكسرة، صور أفلام قديمة معلقة على الحيطان، وفجأة لمح حاجة غريبة، تذكرة سينما قديمة على الأرض. رفعها مكتوب عليها مقعد 17، عرض الساعة 2:15. بص في موبايله، كانت الساعة 2:07. ضحك وقال هو لسه في عرض هنا ولا ايه؟ وكمل طريقه. وصل لصالة العرض الرئيسية. الشاشة الكبيرة كانت متغطية بقماش اسود وقدامها حوالي 100 كرسي، لكن في كرسي واحد بس كان سليم، رقم 17. آدم قرب منه وفي اللحظة دي اشتغل جهاز العرض لوحده. آدم اتجمد مكانه. النور طلع من غرفة العرض وبدأ فيلم قديم يشتغل على الشاشة. الصورة كانت مشوشة. في البداية ظهر شارع قديم وبعدين بيت وبعدين ظهر آدم نفسه واقف قدام سينما النور. آدم رجع خطوة لورا. ايه ده؟ الفيديو كان مصور من فوق السينما وبيظهر آدم وهو داخل المكان، لكن ده كان مستحيل لأن اللقطة كانت بتتصور دلوقتي. آدم بص وراه بسرعة، مفيش حد. رجع بص للشاشة، الصورة اتغيرت، بقى شايف نفسه وهو داخل صالة العرض نفسها. وبعدين ظهر على الشاشة آدم وهو واقف قدام الكرسي رقم 17. رفع ايده ولمس الكرسي. آدم الحقيقي بص لإيده، كان لسه هيلمس الكرسي، سحب ايده بسرعة. الفيلم على الشاشة وقف. الصالة غرقت في الضلمة وبعدين ظهر صوت من السماعات، صوت راجل عجوز. لو شفت نفسك في الفيلم ما تكملش. آدم بلع ريقه. مين اللي بيتكلم؟ مفيش رد طبعا غير صوت الجهاز. وبعدين الشاشة اشتغلت تاني. المرة دي ظهر شخص تاني، راجل ماسك كاميرا. آدم عرفه فورا، صاحب الفيديو القديم اللي اختفى. كان واقف في نفس صالة العرض، نفس الكراسي، نفس الشاشة، وبص مباشرة للكاميرا وقال لو انت بتتفرج على التسجيل ده يبقى هو شافك. آدم همس هو مين؟ الراجل في الفيديو كمل ما تبصش على الكراسي. آدم اتوتر، لكن طبعا بص، كل الكراسي كانت فاضية ما عدا كرسي واحد رقم 17 كان عليه شخص قاعد وظهره لآدم. آدم اتجمد، هو متأكد ان الكرسي كان فاضي من ثواني، الشخص ما بيتحركش. آدم قرب خطوة. انت مين؟ الشخص رفع ايده ببطء وشاور للشاشة. آدم بص،
ظهر على الشاشة مشهد جديد. الصورة كانت بتعرض الصالة نفسها لكن من مكان قريب جدا من آدم. والأغرب إن الشخص اللي قاعد على كرسي ظهر في الفيلم. آدم بص للكرسي ثم للشاشة ثم للكرسي تاني. الصورة على الشاشة بدأت تقرب من وجه الشخص. آدم حس بقشعريرة لأن الشخص ده كان لابس نفس هدومه، نفس الجاكيت، نفس الحذاء، نفس الساعة. آدم بدأ يرجع لورا وفجأة الشخص على الكرسي وقف. آدم جري ناحية الباب. الباب كان مقفول. شد المقبض بكل قوته وخبط عليه، مفيش فايدة. وراه سمع صوت خطوات، خطوة بعدها خطوة قربت منه. آدم وقف وبص وراه ببطء. الصالة كانت فاضية لكن الشاشة كانت لسه شغالة وظهر عليها آدم وهو واقف عند الباب. وفي الفيلم كان في شخص واقف وراه. آدم بص وراه بسرعة، مفيش حد. رجع للشاشة، الشخص كان أقرب. آدم بدأ يفهم. الصورة اللي على الشاشة مش بتعرض اللي حصل، الصورة كانت بتعرض اللي هيحصل بعد ثواني. وفجأة ظهر على الشاشة شيء خلى آدم يفقد أعصابه. ظهر شخص طويل واقف وراه لكن المرة دي الشخص كان بيقرب. آدم بدأ يتحرك بعيد عن الباب وفجأة سمع همسة جنب ودانه. العرض بدأ. دور بسرعة، مفيش حد. الجهاز وقف، كل حاجة سكتت. وبعدين اشتغلت أنوار الصالة مرة واحدة والباب اتفتح. آدم طبعا خرج يجري، مطلعش وراه. وصل عربيته، قفل الباب وبص للمبنى. السينما كانت ساكنة ولا كأن حصل فيها أي حاجة. آدم شغل العربية ومشي. بعد حوالي 10 دقايق وصل البيت. دخل أوضته، حط الكاميرا على المكتب وقرر يمسح التسجيل كله. لكن قبل ما يمسحه حب يشوف الفيديو مرة أخيرة. فتح التسجيل، بدأ الفيديو. شاف نفسه وهو بيدخل السينما، شاف الشاشة، شاف الكرسي، شاف الشخص. وبعدين وصل لآخر دقيقة. الصورة كانت سودة وفجأة ظهر صوت الراجل القديم: لو خرجت من السينما ما تفتكرش ان الفيلم خلص. آدم وقف الفيديو، سكت وبص للكاميرا وبعدين سمع صوت جهاز العرض. آدم بص حوالين الأوضة، مفيش جهاز عرض. الصوت استمر. فتح اللابتوب، الفيديو اشتغل لوحده. ظهر مشهد جديد. آدم شاف نفسه قاعد على كرسي رقم 17 لكن المرة دي كان قاعد جوه أوضته. آدم قام من مكانه. الشاشة بدأت تعرض لقطة أبعد. ظهر شخص واقف خلفه. آدم لف بسرعة، مفيش حد. رجع للشاشة، الشخص قرب وقرب أكتر وببطء شديد رفع إيده وشاور إلى الكاميرا. وفي اللحظة دي اتطفى نور البيت وطلع صوت من ورا آدم: باقي الفيلم في السينما. ومن يومها آدم اختفى. الكاميرا اتلاقت بعدها بيومين قدام سينما النور والتسجيل الأخير عليها مدته 11 دقيقة و17 ثانية. لكن أغرب حاجة إن أي حد حاول يشوف التسجيل للنهاية كان بيلاقي في آخر الفيديو لقطة جديدة، لقطة للشخص اللي بيتفرج وهو قاعد على الكرسي رقم 17 والفيلم لسه ما بدأش. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسوناش طبعا في التعليقات. وسلام.